السلام عليكم. النهارده قريت سؤال مثير للجدل. بنت بتسأل بتقول إيه رأيكم في الزواج اللي هو بين اتنين مختلفين في الدين؟ واحنا الاتنين، هي بتقول يعني احنا الاتنين واقفين على مسافة واحدة من كل الأديان. أنا يعني لفت نظري الجملة اللي قالتها في الآخر، يعني إيه مسافة واحدة من كل الأديان؟ يعني أنتوا كده تقريبا مش فارق معاكم الدين، يعني كل واحد أيا كان دينه فيكم مش فارق معاكم الدين. أنتوا معتبرين إن دي هتبقى يعني أرضية التواصل ما بينكم، إن أنتوا يعني قابلين بالاختلاف، بس ده شكله قبول بالاختلاف بشكل واسع قوي يعني، أو متجاوز للحدود والأعراف يعني. فخلينا نتناقش في مسألة الزواج من دين مختلف. أولا في مصر هنا هو لو انت شابة مسيحية وبتحبي شاب مسلم، ده طبعا هيبقى علاقة يعني محكوم عليها بالفشل في نظر الكنيسة وفي نظر الدين المسيحي والتشريعات بتاعتكم. هتبقي يعني في ما يقال عنه ان انت زانية، هتبقى علاقة زنا مش علاقة زواج يعني. الشاب لو هو مسلم طبعا هو هيكون مباح له هذا النوع من الزواج. طيب لو انت شابة بقى مسلمة، لو انت شابة مسلمة ده مش هيكون برضو غير مقبول، ومش هيحصل ومش هينفع ان بنت مسلمة تتزوج من شاب مسيحي، غير معمول بيه في مصر ده. وبرضو لو حتى دوت تم، يعني لو فكرنا ان انت هتروحي مثلا تتجوزي بره بزواج بقى مدني، مش هيبقى زواج في مسجد ولا على ايد مأذون ولا كده، هيبقى زواج مدني بقى متجاوز للدين وبعيد عن الدين، فهتبقي برضو في نظر الدين ان انت زانية. طيب بالنسبة ان انت لو قلنا هتسافري بره وتعملي الموضوع دوت بره، هتخسري ايه؟ هتخسري بلدك، اهلك، اصدقائك، حياتك، عملك، يعني كل اللي عملتيه هنا، كل الدنيا دي هتنفصلي منها وهتروحي مكان جديد عشان تقدري تعملي اللي انت بتفكري فيه ده. تمام؟ طيب هتبتدي تواجهي مجتمع جديد بتحديات جديدة، بأفكار جديدة، بقوانين جديدة، هتبحثي تاني بقى من أول وجديد على فرصة عمل جديدة. هتبقي في عزلة، يعني هتبقي في عزلة، انعزلتي وسبتي أهلك واللي حصل بقى يعني أيا كان، هتبقي في عزلة. بعد كده لما هتيجي تخلفي، الأطفال اللي هيجوا هيبقى مصيرهم إيه؟ إذا كنت أنت دلوقتي بتقولي في هذه اللحظة إحنا على مسافة واحدة من كل الأديان أنتوا، لكن الأطفال اللي هيجوا هيبقى موقفهم الديني إيه؟ ولا هيبقوا لا دينيين يعني ما من غير دين خالص؟ طب ليه أنتوا هتقرروا لهم القرار ده إن أنتوا تخليهم كده بدون دين؟ ولا هتسيبوهم؟ ولا يعني هيبقى الوضع إيه؟ يعني الوضع إيه؟ هيبقى وضعكم إيه؟ فدي حاجات لازم تفكري فيها كويس قوي. اولا طبعا احنا كمسلمين ومسيحيين احنا اخوات، طبعا شعب واحد واخوات وبلد واحده وكل حاجه، لكن في النهايه المسائل دي مساله حساسه جدا ان هي تثار في المجتمع المصري. زي ما قلت ان حتى لو الشاب المسلم مباح ليه ان هو يتزوج من مسيحيه او كتابيه، فده هيعمل لك انت مشكله في الجزء بتاعك انت، او في ناحيه الدين بتاعك انت. ده هتبقى مشكله ليكي، مشكله مع اهلك، مشكله مع الكنيسه بتاعتك، هتبقى دي مشكله، وهتبقي في نظرهم يعني الجواز ده غير صحيح وغير سليم وغير مقبول. فيا جماعة الدنيا ما خلصتش، يعني الدنيا ما انتهتش، ما خلصتش. ممكن يعني أنا بقول ممكن قد يكون ده مقبول شوية لو حد بقى هو متربي بره وقاعد بره وعايش بره، هو حياته كلها بره، وعندهم الموضوع الزواج من دين مختلف ده، يعني المسلم ان هو يتزوج مسيحية، ده منتشر ومعمول بيه بره وما بيلقاش يمكن او بيقابل عوائق اقل بكتير من اللي بيقابلها هنا.
لكن وعلى الرغم من ذلك ان هو بيقابل عوائق برضه، يعني ومعوقات، يعني زي ما بنقول كده مشاكل برضه، واهالي كتير برضه حتى بره بتكون رافضه الزواج من دين مختلف. فانت يعني الدين ما شاء الله، الناس كتير، الناس كتير جدا جدا يعني اكيد في دينك، يعني فاكيد اكيد في حد هتتوقي معاه وتتوائمي معاه وتقدري ان انت تتزوجيه، حتى لو انت واقفه على مسافه امنه او مسافه واحده من كل الاديان زي ما انت بتقولي كده، هتلاقي شخص متوافق معاك وتقدري تتزوجيه. لكن هل انت، السؤال اللي تسالي نفسك، هل انت عندك استعداد ان انت تواجهي كل التحديات دي؟ هتتحدي انت زي ما بيقول صابر الرباع بقى، هتحدى العالم كله وانا وياك يعني. ليه؟ يعني عشان ايه؟ ايه اللي شفتيه من الشاب ده ان انت تقدري تتحدي العالم كله؟ اهلك، بتتحدي الدين بتاعك وقوانينه وتشريعاته وشيوخك ويعني كل التعاليم الدينية بتتحديها، المجتمع بأعرافه بتقاليده بقوانينه، لأن زي ما قلت لو أنت مسلمة طبعا مش هيبقى، ما أصلا في القانون ما فيش قانون في مصر زواج مدني، مش موجود ده. هتتعدي كل دوت، هتسيبي كل دوت وراكي وتروحي بلد تانية تعملي الموضوع ده. فمين ليه يقدم لك ايه هذا الشخص عشان ان انت تتحدي كل ده، كل ده علشانه؟ يعني صعب جدا، صعب جدا جدا جدا. فانا رأيي ان جوازة زي دي هتكون فاشلة، يعني هتكون فاشلة لأسباب كتير أنا شرحتها، حاولت أشرحها وأوضحها يعني. فيعني فكري شوية كمان كده، فكري في المستقبل، فكري إن انتوا بعد كده ممكن مواقف كتير جدا تبص تلاقي إن انت بترجعي فيها لعقيدتك الأساسية والأصلية اللي انت تربيتي عليها ونشأتي عليها، أيا كانت هذه العقيدة. في مواقف كتير بتحصل زي مثلا الحوادث الإرهاب اللي بتحصل مثلا، زي أي قضايا تانية بتكون متعلقة إن أنت بترجعي فيها تفكري من منظور ديني. ممكن ساعتها تلاقي بعض الاختلاف بينك وبينه، هتعملي إيه في الوقت دوت؟ يعني هتعملي إيه؟ هتتصرفي إزاي؟ كل لو معاكي أطفال بعد كده هتربيهم إزاي؟ على أنهي دين؟ على أنهي قيم؟ على أنهي مبادئ؟ هتعملي إيه؟ فدي يعني أنا شايفة إن هي مشكلة صعبة وتحدياتها كتير قوي. فرضية الزواج دي تحدياتها كتير قوي، صعبة على أي حد إن هو يقدم عليها، إلا إذا أنت بقى طبعا يعني بايعة كل حاجة، مش فارق معاكي حد خالص، ولا بلد ولا أهل ولا مجتمع ولا أي حاجة يعني. فطبعا ده أنت حرة، كل واحد هيتحاسب عن نفسه. بس أنا بتكلم من باب إن أنا شفت السؤال فحبيت ان انا ارد عليه. وانا من رأيي الزواج ده هيكون يعني مش موفق، غير موفق يعني.